ايوه عيش طازه. كله طازه يا باشا. متاكد ان هو طازه يعني؟ كله طازه يا باشا. عمو معلش عايز يروح عيش اصل انا ما اكلتش الصبح. على دماغي يا حبيبي، حاضر. هو عاوز ايه؟ رغيف عين. خد رغيف اهو. معلش بقى يا باشا اروح مشوار واجي اخد منك العيش. على دماغي يا باشا في اي وقت. ايه ده يا عمو انت حاطط لي طوب في العيش؟ طب ايه يا حبيبي؟ طب ايه انت بس؟ ايه ده؟ وريني كده. ده ذهب. دهب؟ بتاع مين ده؟ في زبون ولا حاجه كانت هنا دلوقتي؟ ايه؟ في حد اشترى منك عشان دلوقتي ونسي اليوم؟ بس وريني كده. ده دهب. وريني. طب ما تيجي نقسمه بالنص وخلاص. نقسم ادي حاجه ناس، حرام عليك ربنا شايفني. طب احنا الظروف تعبانه، طب هنعمل ايه؟ نقسمه وخلاص. ما تموت. ظروف تعبانه ادي حاجه ناس لازم ترجع لاصحابها. وريني بس انا اوريك ايه؟ حبيبي انت اتكل على الله، اعمل لنا خايله قدامنا نمشي، اتكل على الله. بس يا ابني العيش بكام يا باشا؟ بس يا عم بقى قلت لك هنروحوا لاصحابهم. في ايه بتزعقوا ليه بس؟ لا هو ده عيل جه قال لي هات الرغيف، لقى الحاجه ديت في قلب العيل اللي انا اديته الرغيف؟ لقى الدهب ده في قلب الرغيف ودوت بيقول لي تعال نروح نبيعه ونقسمه. هنقسمهم مع بعض يا عم نقسم ايه والله ابدا، حتى ما صاحبتهم تسمع تيجي كلامه عليه. وتروح تقسمهم. اقسم ايه يا عم الحاج؟ ما اقبلش انا حاجه. المشكله ما تقسمهم لا معاه. ما اقسمهوش. تقسم ايه؟ ما فيش حاجه، ما فيش حاجه تقسم صاحبته بعد كده همشيه. خدهم يا والله جدع انت خدهم. منه يا جدع، سيبك من الكلام ده. هنقسمهم. لا تقسم ايه والله؟ ما انت قاسم حاجه. لا هنقسمهم يا عم والله ما تقسم، همشيك هترضى. انت بتتكلم معاه بصفتك ايه؟ انا صاحب الفرن. هنقسمهم تقبل بالنص. الشنطه دي ضاعت منك، تقبل لحد يلاقيها ياخدها ولا يرجعها لا لك؟ دي حاجتي طبعا. بقى اللي ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على غيرك. مش ده في الرغيف اللي كان معاه؟ ايوه. هات بقى كده. لا اجيب ايه يا عم؟ هنقسمهم ما انا اللي مديله الرغيف. يا عم الجريف ما هو من عنده، انت جايبه من بيتك، ما هو من يعني عنده. انت اللي حاطه ده ذهب. ماشي يا عم الحاج، ده بقى هتلاقي واحده نسيته ولا حاجه وبتاع واحده ازاي؟ زي الناس. ايه اللي واحده ازاي؟ ده بتاع انا بقى حاجة انا عارف ناس. شغل الحوارات دي وانت عاوز تاخدهم لوحدك. لا يابا ما اقبلش حاجه على نفسي، انا اسيبهم في الفرن لحد ما صاحبتهم تيجي تسال عليها واديهم لها. عارف انا دماغكوا دي. لا يابا انت اللي دماغك وحشه. عاوز ياخد المصلحه ليه لوحده؟ لا انا اقسم انا هو. ما فيش حاجه هتتقسم. يا صاحبي كده. بقى. والله ما في حاجه يا هتتقسم. صاحبي نقسمهم على 3. همشيك. انا اسف. همشيك بص معاك بص الشغل. وريني كده. لا ولا 3 ولا 4. ده الدهب غالي اليومين دول يا يا عم صاحبي. الحاج لو 10 جرام صاحبتهم هتاخدها. قسمهم على 3 يا عم ولا 3 كله ولا هيبقى 2. مرضي. لا حاجه كتير الناس هتاخدها. انا مش عارف اقول لك ايه والله. انا مش عاوز اعيش. ما تعوز. مع الف سلامه. انت ليه ما قسمتهمش وليه ما خدتش الفلوس؟ عشان ما اقبلش حاجه عن نفسي، لو حاجه اختي او امي او اي حد وحد لقاها اتمنى ان هو يرجعها مش ياخدها. طب انا عاوز اقول لك ان كل ده كان برنامج وكل ده كان متصور وفي كاميرا بتصورك. فين دي؟ شايف العربيه اللي هناك دي؟ اه شاور له يا محمود. وانت كنت عاوز تقسمهم ليه طيب؟ طب الظروف تعبانه هنعمل ايه طيب؟ لازم ترضى بقليلك، الجنيه اللي انت تعبان ربنا بيه. يقسمه لك. انت طلعت محترم، دي جايزه من البرنامج ليك. موافقين ان الحلقه دي تتذاع؟ زي يا باشا. يا ريت تكون اتعلمت من الغلط بتاعك. حبيبي يلا.